يا مساء الخير، تعالوا نعمل معمول العيد هش جدا. 4 كوبايات دقيق، نص كوباية سميد، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من بهارات المعمول، عليهم كوباية ونص من السمنة ومعلقة إضافية. وابدأ مرحلة البس بقلب المكونات كلها مع السمنة كويس جدا وافركهم مع بعض 5 دقايق. المقادير السائلة: تلتين كوباية من الحليب وعليهم تلتين كوباية من السكر، واقلبهم واضيفهم عليهم. وانا مش بضيف فيه خميرة ابدا، وبيطلع ناجح وريحته حلوة وبيعيش معايا وقت اطول. بس اقلب المقادير لحد ما تختفي السوائل بدون عجن عشان يطلع هش. اغطيه واخليه ساعة. واحضر الحشوة: كيس من معجون التمر، معلقة من السمسم، رشة قرفة، ومعلقة سمن، وعجنهم مع بعض. هشكلها لكرات صغيرة. ودلوقتي أبدأ تشكيل المعمول بالقوالب، أي نوع قوالب عندك، أو بالمنقاش عادي. وبدخله الفرن على حرارة 180 لحد ما يتحمر من تحت. ممكن تفتحي عليه الشواية يتحمر من فوق، وخليه في مكانه لحد ما يبرد تماما. بعدين أرشه بالسكر البودرة. شوفوا قد ايه طالع هش ولذيذ جدا.